شكون هو الجزائري اللي دخل في البراكاج تاع كيم كارداشيان؟ كيم كارداشيان راهي في باريس، كي سون فو. اليوم الشرع تاعها في باريس. نتوما هاد السوجي يهمكم باسكو كاين الجيريان داخل في لافير. Il faut sachez que Kim Kardashian في اكتوبر 2016 صدموا عليها السراقين في لا شامبر دوتيل تاعها كي جات لباري في لا فاشن ويك وسرقوا لها ذهب تاع 9 مليون دورو. هادو ماشي غير تصفق بهم، هادو قسمه تزوج وتسكن كاع بنجرح. في هاد الحكايه تاع لو براكاج اللي عنده اكثر من 9 سنين كاين ان الجيريان اللي لعب الدور مهم. عبد الرحمن واتيكي هو لو غارديان تاع هذاك لوتيل اللي صرا فيه البراكاج. كان هذاك الوقت دكتورون سيميولوجي هنا في باريس ويخدم يامات في لوتيل باش يقدر يفينانسي لي زيتود تاعو. بور لافير كورت هذيك الليله كان خدام صدموا عليه 3 سراقين كاغولي ومناساوه قالوا له وين جايه لا شومبر تاع مرت لو رابور اللي هي الاخت كيم كارداشيان. اي حبيبنا لقى روحو يلعب دور المترجم والميدياتور بين لي براكور وكيم كارداشيان. 10 دقائق هما هربوا، كيم كارداشيان رفضت لو جيت بريفي تاعها وراحت، وحبيبنا لقى روحو حصل مع لا بريس كي سي اشارني كونتر لوي واللي تهماتو بلي عاون لي براكور وبلي هو اللي خلى الباب الوراني تاع لوتيل محلول اللي دخلوا منه لي براكور. لا خاطرش جاك حل الراس. مور هاد لافير عبد الرحمن اللي سي روتروفي اكسبولسي اون الجيري، ضيع كوارتو، ضيع حياته كامل وما قدرش يدير سي زيتود. واليوم 9 سنين بعد هاد الحكايه راه واقف تريبونال باش يدافع على روحو. فيرديكت لو 23 ماي.